هو مين اللي غلطان؟ أهم سؤال في أي مشكلة. بنسيب المشكلة نفسها ونركز على مين اللي غلطان، هدفنا الوحيد العقاب. إنما إن إحنا نبني البيت أو نشوف إيه الحل مش مهم. أهم حاجة مين اللي غلطان. طب أنا جاي أقول لك مين اللي غلطان علشان بدل ما نهد البيت. اللي بيلوم اللي بيلوم في المشكلة هو اللي غلطان، بغض النظر إن ممكن يكون الطرفين غلطانين، بس اللي بيلوم هو عليه أكبر غلط. لأن اللوم بيعمل إيه؟ اللوم هنا بيحول الشخص لطفل مش قادر يتحكم في نفسه، مش قادر يتحكم في تصرفاته، ملوش اي مسؤوليه. فهنا لما الومك انا بفترض فيا الضعف وبفترض فيك القوه، ان انت اللي متحكم في تصرفاتي. ده مش مظبوط ومش حقيقي. انا اتنازلت عن قدرتي على التحكم، وده العذر اللي بتقعد تقوله لنفسك. ان انا لما اغلط الغلطه دي انا بغلطها مش علشان انا عايز اغلط، انا بغلط علشان هي السبب، عشان هي مش مهتميه ببيتها، مش مهتميه بنفسها، مش مهتميه بيا. انا غلطت وخنته علشان هو مش مديني، مش مكفي احتياجاتي. هعمل ايه يعني؟ مش مهتم بيا، مش شايفني، مش بيعاملني كأنثى. ودي كلها تبريرات اللي انا ببرر بيها لنفسي وقت غلط، مش كده؟ فانا لما اجي اقولها في الخناقه وابتدي ان انا الوم، بستغرب ان هو مش مقتنع زيي انه ده سبب كافي للغلط. وتبتدي من هنا المشاكل تزيد. وعايز اقول لك انه لو اقتنع بلومك ليه وابتدى ان هو يدخله جواه ويبتدي يلوم نفسه على اخطائك انت، دي بتبقى مشكلة وبتؤدي إلى أمراض جسدية ومشاكل كبيرة نفسية. فأنت بتخسر هنا مش بس العلاقة، أنت كمان بتخسر الشخص نفسه، والشخص بيخسر نفسه. فمش دي الحاجة اللي أنت عايزها. فاللوم هدفه الأساسي إن أنا أطلع بريء، لكن ممكن نعمل مشكلة، نحل المشكلة، لا مش مهم. الهدف إن أنا أطلع بريء. طب أنت طلعت بريء، خلينا نكمل الكلام. طلعت بريء من الغلطة اللي هي موجودة. هو مش الغلطة موجودة، طب مين يلبسها بقى؟ التاني. طب ما هو التاني مش هيرضى يلبسها، ولو لبسها مش على مقاسه فهيفضل يقاومها، هيفضل مش مقتنع، وهتفضل مشاكل تزيد، وهيفضل شرخ في العلاقة. فطول الوقت عمال بيجادلك وعمال بيعلي على الخناقة، لأن هو رافض أصلا المنطق اللي أنت بتتكلم فيه، ورافض يشيل غلطة مش غلطته. ومن هنا المشاكل بتبتدي تكبر، وبتبتدي العند فيها يزيد، ويبتدي الشرخ يكبر في العلاقة لحد الانفصال. وكل ده ابتدى بإيه؟ بلوم، على افتراض ان اللوم هيحل المشكله، اللوم هيعدي الموقف. ده مش حقيقي. اللوم بيثبت المشكله، اللوم بيكبر المشكله. طب ايه الحل؟ الحل اللي هو المسؤوليه، ان انت تشيل مسؤوليه اخطائك وتشيل مسؤوليه اخطائك، وان انت تاخد يعني موقف كبير، موقف مؤثر في العلاقه. لانه انا ليا دور في العلاقه دي. مش شرط ان انا يكون في مشكله ان انا السبب فيها بالكامل، ممكن يكون سبب المشكله احنا الاتنين، انما انا ليا دور والطرف التاني ليه دور. فاهم حاجه ان انت الاول قبل ما تتكلم في لوم اي حد، ابتدي تشيل مسؤوليه اخطائك انت. مش بهدف برضه ان انت تلوم نفسك، شيل مسؤوليه اخطائك اللي انت متحكم فيها. فبالتالي تسال نفسك ايه الغلط اللي انت عملته، تسال نفسك ايه الحل اللي انت ممكن تقدمه. لان انت مش هتقدر تقدم حلول، مش هتقدر تعمل حاجه لو انت بتلوم. لان هنا اللوم خلاص انا بريء، يبقى انت عندك المشكله، اتصرف، مش بتاعتي. ودي بتبقى مشكله، انه واحد من طرف واحد عايز يحل مشكله هو اصلا مش مستوعبه، مش بتاعته. لكن لما كل طرف يبتدي يشيل مسؤوليه تصرفاته ومشاعره، يبتدي من هنا نعرف نبني العلاقه. جربها معايا اسبوع، جرب اسبوع توقف لوم، تحرم اللوم على نفسك. ما تلومش اي حد على اي حاجه، وتبتدي كل مره تحس ان انت متضايق تسال نفسك انا متضايق من ايه، على اساس انه انت اللي اتضايقت، مش هي اللي عصبتك ولا هي اللي زعلتك. انا متضايق من ايه؟ انا لما شتمت، انا شتمت علشان انا عملت كده ازاي؟ عملت كده علشان عايز اعمل ايه؟ طب ايه التصرف البديل اللي انا ممكن اقدمه؟ ايه الحاجه اللي انا ممكن اعملها بطريقه مختلفه؟ انا ازاي اطور من نفسي؟ ازاي اكون فخور بنفسي؟ ازاي انا اكون حد بيحل، مش بيعمل بس مشاكل او بيرمي المشكله من على كتافه وخلاص؟ انا ممكن اقدم ايه؟ عارف انت لو جربت تفكر بالطريقه دي، انت الاكتر واحد هتتبسط، لان انت ساعتها هتكسب علاقتك. وانت تخيل كده، افتكر الاوقات اللي انتوا كنتوا فيهم مبسوطين مع بعض، وافتكر انت كمان الاوقات اللي انتوا كنتوا طايرين مع بعض في السما كده ومبسوطين جدا.
تفتكروا ان الاوقات دي اوقات عدت وخلصت وخلاص؟ الاوقات دي ممكن تتجدد، ممكن تتبني، لان العلاقه بتتبني، العلاقه مش بتتخلق ولا بتتوجد ولا يا بختك يا وبخيت. فبالتالي ادوا لنفسكم فرصه ان انتوا تعيشوا المتعه اللي انتوا عشتوها اصلا مع بعض، اللي خلتكم اصلا مع بعض، تجددوها. وده كله ممكن يخلص لو كل واحد فيكم شال المسؤوليه، بدل ما هو عمال يحاول يبرأ نفسه باللوم اللي في الاخر عمره ما كان بيفيد. وقول لي عملت ايه؟